السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وربنا يعيد عليكم دايما بالصحة والسعادة والفرح يا رب العالمين، وربنا يتقبل منا دعائنا وصيامنا وصالح اعمالنا يا رب العالمين. هشارك معاكم فيديو النهاردة باستقبال العيد وازاي استقبلت العيد بالحاجات بقى اللي احنا بنعملها للعيد والحلويات والحاجات دي. يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله، ويا ريت ما تنسينيش باللايك فضلا منكي وليس امر. اول حاجه هعملها هو الجيلي. طبعا الجيلي كل الاطفال عندنا بتحبه، والجيلي حاجه حلوه جدا، وانا شايفه ان هي من اساسيات حلويات العيد، وحلويات سهله كده وبسيطه وكمان مش مكلفه. هنجيب كيس الجيلي، هنغلي الاول كوبايتين ميه، طبعا الارشادات بتبقى موجوده على العلبه بتاعته. يعني هنعمل الجيلي بالطريقه العاديه اللي هي كوبايتين ميه، انا بحط فيهم بس معلقتين سكر لان هو اصلا بيبقى مسكر، وبقلبه كده في الميه المغليه دي، وبعدين بحط عليه كوبايه ميه ساقعه. الارشادات دي موجوده على العلبه بتاعتها. انا هنا بقى الاضافه اللي انا بحب قوي ان انا اعملها، طبعا كلنا بنعمل جيلي بالفواكه عادي جدا، بس انا بحب قوي قوي احط فيه بسكوت ساده. البسكوت بيديله طعم حلو قوي، بيبقى كده دايب فيه ذوبان، وبيبقى بصراحه اضافه حلوه قوي. لو ما جربتهاش قبل كده جربيها هتعجبك جدا. وغيري كمان ان احنا كل مره يا اما بنعمله ساده يا اما بنعمله بالفواكه، لا جربي كده ان انتي تعمليه بالبسكوت الساده، هيديله طعم حلو قوي. انا قسمته بالنص، عملت نص للفواكه ونص للبسكوت الساده. حطيت بس تفاح، اي فاكهه متاحه عندك حطيها، عندك تفاح، عندك موز، خوخ، اي نوع فاكهه عندك هيبقى حلو جدا مع الجيلي. هنا الجيلي كان بالفراوله، طبعا لو عندك اي نوع تاني وعايزه تعملي بقى الوان وحركات برضه هيبقى حلو قوي. يعني لو عندك جيلي لون تاني بالمانجا مثلا او اي نوع تاني، ممكن تحطيه كده في الكاسه وتسيبيه يجمد في التلاجة، وبعدين تحطي اللون التاني فوقيه، هيبقى حلو جدا وهيدي كده الوان واشكال حلوه. المهم تعملي حاجات جديده كده في البيت عشان تفرحي بيها اولادك، حتى لو ما عندكيش اطفال صغيرين مش مشكله، فرحي نفسك فرحي اولادك. المهم تعملي كده بس ايه حاجه جديده يعني في العيد. انا قسمته نصين، نص بالتفاح ونص بالبسكوت، وخلاص كده هسيبه يجمد بقى في التلاجة، ويلا بينا نخش على النوع اللي بعد كده. وطبعا في العيد لازم نجيب الترمس. الترمس مشهور قوي في العيد، فانا جبته هنا النوع اللي هو الحلو اللي بيخلص بسرعه. جبته كده طبعا، ولازم كده نقيه برضو تنقيه حلو عشان لو في اي حاجه نشيلها على طول. وهو النوع اللي هو اللي بيبقى حلو ده مش مر، ميزته ان هو بيخلص بسرعه، يعني انت لو جايباها قبلها بيوم هتلحقي تعمليه. لكن طبعا لو مر بيحتاج يتنقع قبليها ب3 4 ايام، وبعدين تغيري عليه الميه كل يوم وكده. لكن الحلو ده بيبقى حلو في ايه بقى؟ عشان هو حلو بيتحط كده في الحله وتنقعيه بس، يعني انا نقعته ساعتين 3، حتى لو انت مش محتاجه مش مشكله ممكن تغليه على طول، بس بتغيري الميه عليه، وبعدين بتسلقيه بقى السلق العادي. ولو طلع اي ريمه او اي حاجه على الوش بتشيليها من مكانها. بس كده. وطبعا الترمس من الحاجات الحلوه جدا في العيد، يعني اهم حاجه تبقى موجوده هو الترمس. انا بقى هنا سلقته خلاص سلقه حلوه، وخلاص كده بقى لما تقدميه بتحطي بقى عليه الملح والليمون وشويه شطه كده لو بتحبي الشطه، وخلاص. هنشوف بقى النوع اللي هنعمله تاني. هو كده ايه، هنعمل برضو ايه شويه فشار. الفشار برضو كده بيبقى حلو مع تحضيرات العيد، والعيال بقى بتحبه وكده. بتجيبي بقى شويه الزيت وبتحطي طبعا عليه الفشار، سهل جدا ما فيهوش اي حاجه، وتفضلي تقلبيه كده لغايه ما يسخن شويه، وبتحطي الملح، وبعدين على طول بتغطي عليه عشان ما يبهدلكيش المطبخ. طبعا كل الحاجات دي حاجات سهله كده وبسيطه، بس بتفرح اولادنا وبتحسسنا بالعيد. وهو برضو تجديد، يعني اكيد ما بنعملش الحاجات دي كل يوم، فيبقى تجديد بس كده في البيت، وايه وبتدي كده بهجه وفرحه في العيد. بس كده خلص الفشار. تعالى نخش بقى على النوع اللي بعد كده. هنعمل بقى الصنف بتاعنا اللي انا بحبه جدا جدا في العيد الكبير، خصوصا في العيد الكبير. هنعمل الحجازية الاسكندراني. هي طريقتها سهلة قوي، ومن نوع الحلويات الحلوة قوي، يعني تحسي ان هي ولا كحك كده ولا منين، سهلة جدا وحلوة وبسيطة، وهي حلويات برضو تكون موجودة معاكي في العيد. مقاديرها عبارة عن ايه؟ عن كوبايتين من الدقيق السميد، وكوبايتين دقيق ابيض، وظرف من الخميرة الفورية، ورشة ملح، وبس كده. بتقلبي بقى المكونات دي كده كلها مع بعضها، وبعدين بتحطي عليها كوباية من الزبادي، وبتقلبي برضو الزبادي كده معاها لغاية ما تختفي خالص في الدقيق. الزبادي بتديها طراوة كده حلوة، لكن مش شرط معاكي، يعني لو ما عندكيش عادي، هي مكون اختياري،
مش اجباري يعني. هنحط كوبايه فيها نص سمنه على نص زيت، كوبايه واحده بس، يا اما سمنه كلها، يا اما سمنه وزيت، يا اما زيت بس. وهنقلبها بقى في العجينه لغايه ما الدقيق كله يتشرب من السمنه، تبقى عامله زي الرمله كده. هنبتدي بقى نعجنها كده واحده واحده لغايه ما تحسي كده ايه يعني بسيها كده في الدقيق والسمنه، لغايه ما هتبقى كده ايه عامله زي الرمله، زي الرمله المبلوله كده. هنبتدي بقى نجيب ميه او لبن زي ما تحبي، وهتعجنيها بقى كده ايه واحده واحده معاكي لغايه ما هتشكليها على ايدك. هتحسي ان هي ايه مش بتتشقق بقى ولا حاجه منك، هي بتبقى كده عجينتها طريه شويه، وطبعا مش بتلزق في الايد لان فيها سمنه وزيت كتير. اخدت بقى هنا ايه بتاع مثلا كوبايه وربع كده من الميه، طبعا الميه تكون دافيه عشان تنشط معاكي الخميره بسرعه. هبتدي بقى ان انا اغطيها كده بستريتش راب او فوطه او اي حاجه، واسيبها مثلا بتاع ساعتين ولا حاجه ان هي تتخمر. هي بتاخد فتره كبيره في التخمير علشان دقيق السمين ده بيبقى دقيق تقيل، فبياخد وقت عبال ما يتخمر. بس بقى عبال بقى ما تخمر كده على مهلها، اعمل انا بقى ايه الحشوه بتاعتها. بتبقى كوبايه من السمين، عليهم معلقتين كبار من القرفه، عليهم كوبايه سكر، يعني كوبايه سكر، كوبايه سميد، معلقتين كبار من القرفه. ولو عايزه تحطي فانيليا عادي ممكن تحطي فانيليا. بس بقى عدى هنا الوقت بتاعها خلاص اختمرت. هنقسمها لجزئين بس مش متساويين، جزء كبير وجزء اصغر منه بشويه، علشان الجزء الكبير هو اللي هنحطه في الارضيه تحت، ولازم نعمل لها كده ايه حواف. هندهن بقى الصينيه بتاعتنا بزيت او سمنه زي ما تحبي. تفرديه بقى العجينه كده في الصينيه كده حلو، وتعملي لها بقى حواف كده علشان الحشوه فيها سكر ما تطلعش بره وتمرر او تتحرق. هتحطي بقى الحشوه في النص وهتفرديها كويس جدا، وبس كده. عايزه بقى تحطي اي نوع مكسرات حطي مفيش مشكله، بس احسن حاجه ان انتي تخلطي المكسرات مع السكر والقرفه والحاجات دي. انا حطيت هنا جوز هند وزبيب وسوداني، بس عشان بقى اعمل الطبقه التانية اللي فوق، هي طبعا بتاخد مننا وقت وان احنا نفضل نقطع في العجينه وكده. لا انا مش بعمل كده، انا بجيب صينيه تانية وبتبقى مثلا ايه قد الصينيه اللي انا عامله فيها، او اعرف المقاس كده بعيني، وبقوم جايه مبططه عليها بقيه العجينه، وبعدين بقوم جايه حطاها فوقيها. دي اسهل بكتير من ان انت تفضلي ترقعي فيها وتحطي حته وحته وكده. بس كده، وبعدين بقى بتقطعيها بالشكل اللي انت تحبيه. انا هنا قطعتها كده مربعات، انت بقى قطعيها سمبوكسات، قطعيها زي ما تحبي، المهم الشكل اللي انت تحبيه. وخلاص كده، وهجيب الشوكه كده هعمل لها بس كده ايه منظر من بره وخلاص. وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، وهاخد بقى بالي منها ان هي ايه ما تتحرقش مني بسرعة. لو لقيتيها كده خلاص من الجناب كده استوت، ممكن تشغلي عليها الشواية بس دقيقتين 3 والشاي يتحمر، وبتطلعيها وبتحطي عليها فوطة بحيث ايه ان هي تفضل طرية معاكي ما تنشفش منك. بس كده طريقة سهلة ونوع حلويات حلوة قوي. بس كده، وده كان طريقتي النهاردة لاستقبال العيد. وطبعا بقى قدمنا الشوكولاتات والتسالي، وطبعا اللب والسوداني بالشوكولاتة والفاكهة، وطبعا لازم البيبسي، وشوية بقى مكرمشات وبسكوت وشوكولاتات عشان خاطر الأولاد. وبس كده، وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. بتمنى يكون عجبك واستفدتي منه لو بمعلومة بسيطة. ياريت ما تنسينيش باللايك وتشتركي معايا في القناة لو لسه مش مشتركة معايا، واشوفكم فيديوهات تانية كتير، واسيبكم في رعاية الرحمن، وكل سنة وانتم طيبين.